السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا وصفه اللي رائعه كتحضريها بسرعه ما تاخذش الوقت نهائيا، اللي هي خبيزات محشوه معمرين. غادي نعملوهم ان شاء الله في آلة البانيني بدون فرن، ساهلين ماهلين دغيا كتحضريهم وما ياخذوش الوقت كاع نهائيا بدون اختمار. يعني كتحضريهم غير الوقت اللي انك تعمروا الحشوه ديالك وطيبيهم دغيا كيطيبوا، ما ياخذوش الوقت نهائيا، والنتيجه ديالهم رائعه جدا وكيجيو رطبين وكيجيو كذلك طيبين من الداخل. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم ونشوفوا الطريقه ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا بالنسبه للحشوه عندي واحد البصله كبيره مفرومه، واحد الفلفله خضراء، وشويه ديال الجزر حتى هو اللي مقطع رقيق. زدت عليهم شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نبقى نحركو مزيان مزيان حتى نخلي هاد الخضر حتى طبط ليا مزيان. شويه كيعجبني انني حتى نخلي الخضر كتهبط، عاد ممكن انني نضيف عليها اللحم المفروم او اللي حبيتو او الدجاج. يعني في الاول كنخليها حتى واحد شويه تشد راسها، ثم غادي نزيدو عليها اللحم المفروم اللي هي الكفته. صافي غادي نبقاو نحركوها مزيان مزيان وحنا كنفتحوا ديك الكفته، ما نخليوهاش كويرات، كندكو عليها بواسطه الملعقه. ثم غادي نزيدو الملحه دائما على حسب الذوق. كذلك غادي نزيد واحد الملعقه ديال الكركم، ملعقه ديال الزنجبيل، ملعقه ديال التحميره اللي هي البابريكا، وكذلك شويه ديال الزيتون مقطع، وشويه ديال القزبر والمعدنوس، وما نساوش حتى هو الفلفل الاسود اللي هي الابزار، وملعقه كبيره من مركز الطماطم. غادي نخلطو مزيان مزيان هاد الخليط هذا حتى يدخل لنا داك التوابل مع الحشوه ديالنا كيف كتشوفوا، وتنشف لينا بداك الماء تماما حتى تشرب لينا داك الماء جيدا، وغادي نخليوها تبرد. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجو واحد الكأس ديال الماء دافئ. انا غادي نخدمها في العجانه الكهربائيه، ممكن انكم تعجنوها باليد فقط. كذلك غادي نحتاجو واحد البيضه، واحد شويه ديال الخميره الفوريه من على حسب واحد الملعقه. بالنسبه حنا عندنا الجو شويه بارد، لكن عندكم سخون فممكن ديروا نصف ملعقه. كذلك عملت واحد الملعقه ديال الحليب بودره، ملعقه ديال السكر، ملعقه ديال الزيت النباتيه، والملحه دائما كما نقول لكم على حسب الذوق. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان حتى ينسجموا ليا جيدا، وديك البيضه كتنضرب مزيان مع هاد المكونات. في هاد الاثناء غادي نزيدوا كأس ديال عفوا الكأس ديال الدقيق، وغادي نضربوا مزيان مزيان حتى دوك الكويرات ما يبقاوش لينا نهائيا. عاد ممكن اننا نضيفوا كمية الدقيق المتبقية. هنا غادي نزيد واحد الكاس اخر ديال الدقيق، لان كاين نوعيه ديال الدقيق اللي كتشرب وكاين نوعيه اللي ما كتشربش. في هذا الاثناء انا زدت تقريبا 2 الكؤوس ونص، يعني المجموع 2 الكؤوس ونص. زدت واحد نص كاس ديال الدقيق. جاتني العجينه مازال طريه بزاف كتلتصق في اليدين، فاضطريت انني نزيد واحد نصف كاس كذلك. هنا كيف كتشوفوا هذا هو الجهد ديال العجينه، مدلوكه مزيان، يعني كتكون واحد شويه رطبه. صافي وغادي نغطيوها حوالي واحد 10 دقائق غير على ما نوجدوا فين غادي نخدموا، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروها مباشره. هنا العجينه ديالي غادي ناخدها ان شاء الله وغادي نحاول نسرحها على هذا الشكل هذا. كتشوفوا عجينه اللي رطبه، غادي نحاولوا نقطعوها الى كويرات اللي كتكون صغيره شويه على حسب الخبيزات، باش يجوكم صغار يكونوا احسن. صافي غادي نبقى الى جاوني كبار انا غادي نبقى نقطع منهم حتى نديرهم كويرات اللي كتكون متساويه. هنا تحصلت كيف كتشوفوا على 9 ديال الكويرات. غادي نبقى نقرص الكويره الاولى، وحاولوا اننا نقرصوا الاطراف ما نقرصوش في الوسط، لان غادي نعملوا الحشوه في الوسط باش الى قرصنا الوسط فغادي تقدر تخرج لنا الحشوه وتقطع لنا العجين. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما عملت حوالي 1 2 ملاعق ديال الحشوه، ثم غادي نزيدو شويه ديال الفرماج، وكذلك غادي نزيدو نسدو. هنا كيف كتشوفوا على هذا الشكل انا غادي نعملهم على شكل ميني باغيت. ممكن الا بغيتو تعملوهم دوائر فممكن انكم تشكلوهم كما حبيتو. فعلى كل حال العجينه يعني رطبات تشكليها كما حبيتي. هذا هو الشكل ديالها. غادي نحاولوا نعدلوا لها الجوانب حتى هما باش ما يبقاو لناش منفوخين على هذا الشكل،
حتى نشكلوهم على هذا الشكل باغيت صافي. وغادي نحطوها جانبا. ثم غادي نعمل معكم مره اخرى، غادي نقرصوا دائما الاطراف، كنلعبوا على الاطراف هما الاولين، وفي الوسط ما نقرصوهاش مزيان، يعني الا قرصناها غادي تقدر الحشوه تقطع لكم وغادي تخرج لكم من الوسط. فلهذا فضروري الجوانب هما اللي كنقرصوهم. صافي نعمل الحشوه ديالي، ثم غادي نزيد الجبن وغادي ناخذ الاطراف على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى نقرص مزيان مزيان باش ما تحلش لكم العجين ديالكم. صافي من بعد ما قرصتها جيدا غادي نقلبها في الجهه الاخرى، وغادي نحاول دوك الاطراف بحال اللي نقادهم شويه حتى نشكلها على هذا الشكل. وانا كنزيد نزير من التحت باش ما تحلياش العجينه وتفرقع ليا الخبيزات ديالي. فضروري انا عملت هذه على شكل دائري باش نوريكم كيفاش تجي كذلك الشكل الدائري. هنا البانيني ديالي درتها كتسخن، غادي ناخذ واحد راس ملعقه ديال الزبده وغادي ندهنوها تفاديا باش ما تلصقش لكم. فاللي ما تلصقش ليه الاله ديال البانيني فلا داعي انه يدهن هاد الاله، فانا ما كتلصقليش ولكن درتها اعتمادا باش هكذا الناس اللي كتلصق ليهم فضروري يعني كتعملوا واحد شويه ديال الزبده. ثم غادي نوضع الخبيزات ديالي على هذا الشكل وما ندكوش، يعني غادي غير نردوا البانيني ديالنا. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما طابوا ليا راه دغيا كيطيبوا ما ياخذوش الوقت كاع نهائيا. صافي غادي نزولوهم وغادي نحطوهم في الصحن ديالكم. وكذلك غادي دائما ندهنوا الاله ديال البانيني من الفوق ومن التحت، وغادي نحطوا الخبيزات ديالنا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. حاولوا نديرهم دائما الجهه الافقيه احسن باش ياخذوا لنا داك الشكل. ثم كيف كتشوفوا واخا هذيك الحشوه يعني ديك كيخرجوا من الجوانب فماشي مشكل، يعني المهم انهم طايبين وكيجيو المنظر ديالهم شاهي ورائع. كي تحطوا الاله ديال البانيني ما تدكوش عليها باش ما يخرج لكم شي الحشوه، فيعني غير ترجعوا عليها الاله غير تسدوها، ما تدكوش عليها كاع نهائيا، الراسها غادي طيب. صافي وغادي نمسحوا الا كانت شي زوائد، ثم غادي نستمروا حتى نكملوا كامل العجين اللي عندنا. وهنا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما قدمتهم في الطبق ديال التقديم كيجيو على هذا الشكل هذا. انا عملتهم شويه كبارين، فممكن انكم تصغروا في الحجم ديال العجين الا بغيتوا تحبيتوهم يكونوا صغارين. فهذا هو الشكل الدائري كيف كيجيو الا بغيتوا تعملوهم شكل دائري. كتشوفوا محمرين رائعين، كتحضريهم حتى الوقيته ديال الفطور فكيجيو على كل حال احسن من رائع، يعني شي حاجه اللي رائعه. وكيجيو من الداخل بحشوه اللي لذيذه بزاف بزاف كيف كتشوفوا طايبين، يعني ماشي انهم نقولوا ما طايبينش، فطايبين بمعنى الكلمه. وكيجيو رقاقين ما فيهم لا البابه لا حتى شي حاجه. وهذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا قدامكم. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تجربوهم وتردوا علينا في التعاليق. مرحبا بالناس اللي التحقت معنا بالقناه، ونتمنى ان شاء الله الوصفات نقدم لكم يكون دائما عند حسن الطلب. شكرا لكم والى اللقاء.